السلام عليكم مشتركة وشقبوا بتعلم المحركات قناة V6. اليوم وعلى بركة الله راح تكتشفوا معنا حقائق وخفايا نقدر نقولوا بلي صادمة وقد تكون خطيرة. علاش؟ خاطر الأمر هذا والموضوع فيه سرقة أفكار من شركة عالمية. وقبل ما نتعمقوا في الموضوع هذا ما عليكم غير تشتركوا في القناة إذا ما راكمش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيه باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله. في عالم التصميم كاين بزاف حالات، كاين وين يصيبو تشابه في الخطوط ويقول لك زهر ولا صدفة، وكاين وين المصمم يكون عنده فكر معين مثل الفكر تاع مرسيدس ويروح لشركة واحدة أخرى أكيد راح يمشي معاه هاد الستايل. وكاين حتى اللي نقل شوية تفاصيل من سيارات ناجحة باش يضمن نتيجة سريعة. بصح اللي رانا رايحين نحكيو عليه اليوم بعيد بزاف على الصدفة وبعيد على مجرد تنقيل خطوط. اليوم أنا رايحين نحكيو على سرقة أفكار، أنا عمي كيما سمعتوا سرقة أفكار، وهذا الأمر كارثي في عالم التصميم وفي عالم السيارات. القصة بدأت في أكتوبر 2018 وين تواصلت مع مرسيدس في الخاص في موقع التواصل تويتر ولا منصة إكس حاليا، وين كان فريق مرسيدس داخلين في حيط. علاش ما صابوش فكرة أو تصميم للجيل الجديد تاع الأسطورة أسأل. تواصلت معاهم وطرحت عليهم الفكرة، قلت لهم أنا صاري محفوظ مصمم سيارات من الجزائر وعندي فكرة اللي راكو تحوسوا عليها. قالوا لي ولا ممكن نشوفوا الفكرة. هيا أنا بعت لهم الفكرة ولا التصميم. زيادة على هذا قلت لهم بالتفصيل منين جبت الفكرة هذه. في الفترة هذه كانت مرسيدس حابة ترجع لشخصية القرش من خلال الأضواء ولا حتى القرايل ولا الشكل العام تاع المقدمة، وين كان عندهم زوج سيارات اللي هما اي كلاس وسي الاس في الجيل تاع الأخير. بطبيعة الحال الإلهام تاعي كان من سي الاس صح بطريقة أكثر شراسة، وتاني فكرة الأضواء الخلفية اللي تشبه للأضواء الأمامية بلا ما ننسى فتحات التهوية الجانبية اللي وسيتهم كبار. علاش؟ باش خبراء التصميم والهندسة في قسم مرسيدس كيحبوا يطلعوا نسخة عالية الأداء ما يتعبوش بزاف في إعادة التصميم. هاي عجبتهم الفكرة وقالوا لي جيب لنا دليل قانوني يثبت أنه التصميم هذا تاعي باش نشريوها عليك. مع الأسف ما كملتش وش لازم من الأوراق الرسمية. جلست مدة عاودت راسلتهم قالوا لي خلاص فريق مرسيدس غلق الباب هذا، يعني ما كاش اللي يزيد يبعث لمرسيدس. قلت عادي، شخصيا ما جاش في بالي أنه شركة كيما مرسيدس رايحة تدي من عندي أفكار وبهذه الطريقة. صح واش صرا في 2021 صدمني تاع الصح. مرسيدس اي ام جي تطرح الجيل الجديد تاع الاسطوره اس ال بنفس الفكره اللي طرحتها على مرسيدس. انا عماه عبالي بلي التصميم اللي بعته لهم ماهوش تصميم احترافي بصح، صح في الفكره. الحاجه اللي ماشي كيف كيف هي التصميم تاعي خليته كيما الاجيال الاخيره بسقف حديدي يعني كوبي كابريولي، والنسخه الانتاجيه اللي طرحتها مرسيدس بسقف قماشي. رغم اني مصمم حر وما كانش عندي خبره كافيه في مجال التصميم، بصح مجرد تكون عندك الفكرة في راسك هذاك هو الصح. وفريق مرسيدس هذا الشي اللي داوه، خاصة كي صابوني بلي نعرف تفاصيل تاع الهوية تاع النجمة الثلاثية بالتفصيل. نقطة واحدة أخرى، مخارج التهوية الكبيرة اللي وصيتهم ما وصوهمش في الأسعار وإنما وصوهم في الجي تي بلاك سيريس، يعني مديت لهم زوج أفكار تصميمية في تصميم واحد. على بالي راكم تتساءلوا على الدليل، حتى إذا غاب الدليل القاطع تاع التواصل معهم، بصح كاين أمور اللي تبين هاد الحقيقة. لأن هذا هو البروفايل اللي توصلت بيه مع مرسيدس، بصح مع الأسف ما نقدرش ندخلو خاطر بلوكاولي الإيميل تاعو. يعني كيما عملت باش نعاود نريكيبيري الكونت هذا ما قدرتش. كي حوست مليح صبت بلي كان عندي قناة يوتيوب حطيت فيها فيديو على التصميم هذا في 21 سبتمبر 2018، يعني شهر قبل ما طرحت الفكرة على مرسيدس. زيادة على هذا عامل هاشتاغ نيو مرسيدس اس ال كلاس تشالنج. في العام هذاك كانت أنا وأصدقاء التصميم إخوتي الأكارم اللي كان عندنا مجموعة في الفيسبوك وماسنجر وين وسينا مسابقة بيناتنا تاع الفكرة هذه تاع الجيل الجديد تاع أسئال اللي نحييهم كامل. خالد بن زميرلي وأخوين أحمد بوكلتم ويوسف بوكلتم من البوليدة
مهدي نقري، منير شلغم، خالد قيطة، خونا محمد من الجلفة، خونا صالح ولد مريم، خونا كاكو من معسكر. وين كل واحد طرح التصميم تاعو. يعني كنا سباقين للفكرة تاع الجيل الجديد تاع مرسيدس اس ال كلاس. وصلنا للصح وين رايحين نبينو لكم باللي صح مرسيدس سرقوا لي الفكرة. أول حاجة هي التشابه في التصميم العام وين نلاحظوا نفس الخطوط خاصة الأضواء والواجهة الأمامية مع شكل الأضواء الخلفية تاني. تاني حاجة هي الفصل الزمني بين نهار جثة التصميم هذا ونهار أعلنت مرسيدس على الجيل الجديد. تالت حاجة صراحة مهندسين تاع مرسيدس نهار أعلنوا عليها في 2021 كانت لا علاقة كامل مع التصميم. أول تصريح كان تاع مدير التقني يوهان هيرمان اللي قال بصريح العبارة نهار طلبوا منا تطوير الجيل الجديد تاع الأس إل بين 2018 و2019 بدينا من ورقة بيضاء. لهنا نرجعوا للتاريخ اللي تواصلت فيه مع مرسيدس اللي كان أكتوبر 2018. تاني تصريح كان من عند مدير تصاميم العلامة جوردن فاغنر اللي قال التصميم تاع الأس إل الجديدة هو مزيج بين الجمال الحسي والتصميم المفرط. التصريح هذا والوصف بعيد كل البعد على الوصف تاعي للتصميم اللي وجسدته مرسيدس. مسؤولين تاع مرسيدس ركزوا في التصريحات تاعهم على أن الأضواء الخلفية مستوحاة من تاريخ اس ال، وهذا يعتبر تناقض خطر ولا وحدة من الأجيال تاعها كان فيها تشابه بين الأضواء الأمامية والخلفية. كما على بالكم اس ال كانت معروفة بالأضواء الخلفية المربعة، غير في الجيل اللي قبل هذا اللي كانوا شوية الشكل مختلف اللي كان عبارة على شبه مثلث. يعني تحس باللي جابوا فكرة ويحبوا يوصفوها بطريقة واحدة أخرى. رابع حاجة علاش سلافشتاين نيفسكي اللي عاود صمم الفكرة تاع مرسيدس اس ال راح محط تعليق اللي واسيتهولو في منشور خاص بالتصميم تاع الاس ال الجديدة هذه، وين كتبت له واخيرا عرفت الشخص اللي ادى الافكار من خارج بيت مرسيدس. خامس حاجة واللي فيها تساؤل كبير زعما راح جوردن فاغنر اللي خدم كمدير تصاميم مرسيدس لمدة 28 سنة واللي جدد الهوية تاع العلامة وطلع في مكانه مدير تصاميم فرع اي ام جي اللي هو باسيم بودي. السؤال اللي نطرحوه في النهاية زعما راح جوردن فاغنر داخل فيه الموضوع تاع الفكرة هذه. قولونا رايكم في التعليقات. تساؤل واحد آخر، هذه مجرد أنا واحد بالك من بين الآلاف ولا الملايين اللي راهم في العالم راهم يسرقوا لهم الأفكار. شيء مؤسف. وصلنا لنهاية تاع الحلقة تاع اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. ما تنسوش الإعجاب والمشاركة مع أصحابكم وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. كان معكم صاري محفوظ من قناة V6. نتلاقاو في الموعد القادم إن شاء الله. سلام. وفي الأخير نقول باللي وش حكيت في هذا الفيديو صرا تاع الصح، يعني صرا لي أنا بصح. الطريقة تاع اللي خدمت الفيديو خدمته بالذكاء الاصطناعي باش نبين لكم باش تعيشوا كما نقولوا هاد القصة هادي اللي صارت لي مع مرسيدس.